الشركات الكبرى بتصرف مليارات على التسويق علشان تخليك تصدق ان المنتج بتاعهم هو الافضل، رغم انك ممكن تلاقي منتج بجودة مماثلة او حتى احسن وبسعر قليل. اكبر دليل نفس المصنع اللي بيصنع احذية الماركات الفخمة هو اللي بيصنع الاحذية العادية. نركز هنا قوي في الجزئية دي، لكن الفرق بس في اللوجو اللي بيتحط عليها. عمرك حسيت إنك بتاخد قراراتك بحرية؟ وإنك الشخص الوحيد اللي بيقرر تشتري إيه وتفكر في إيه وتصدق إيه؟ الحقيقة اللي محدش بيقولها لك إن العالم كله عبارة عن لعبة، وإنت مجرد قطعة شطرنج فيها. في جهات بتتحكم في تفكيرك، في قراراتك، في كل حاجة بتعملها وإنت مش واخد بالك. النهاردة هنكشف مع بعض أكبر الخدع اللي وقعنا فيها كلنا بدون ما نحس. طب هل فعلا الماركات الغالية أفضل من الرخيصة؟ ولا كلها تسويق؟ لا، الموضوع كله قائم على حاجة اسمها البراند برسبشن أو إدراك العلامة التجارية. الشركات الكبرى بتصرف مليارات على التسويق علشان تخليك تصدق إن المنتج بتاعهم هو الأفضل، رغم إنك ممكن تلاقي منتج بجودة مماثلة أو حتى أحسن وبسعر قليل. أكبر دليل نفس المصنع اللي بيصنع أحذية الماركات الفخمة هو اللي بيصنع الأحذية العادية. نركز هنا قوي في الجزئية دي، لكن الفرق بس في اللوجو اللي بيتحط عليها. وليه دايما بنشوف نفس الأخبار ونفس الأفكار بتتكرر في كل مكان؟ هل في جهة واحدة بتتحكم في كل حاجة؟ في حاجة اسمها الميديا مونوبولي أو احتكار الإعلام. 90% من وسائل الإعلام في العالم مملوكة ل5 أو 6 شركات بس. يعني اللي بيتحكم في الأخبار والمحتوى اللي بنشوفه مش جهات مستقلة، لا، دول مجموعة صغيرة من الناس بيحددوا لك إيه اللي تعرفه وإيه اللي تفضل جاهل بيه. طب عندك فكرة إيه سر الإعلانات اللي بتخليك تشتري حاجات مش محتاجها أصلا؟ الإعلانات بقت مش بس صور وفيديوهات دلوقتي، بقت عبارة عن دراسة نفسية متطورة. كل إعلان بيتصمم علشان يضرب في نقطة ضعف عندك، سواء الخوف أو الطموح أو حتى إحساسك بالنقص، وعلشان كده ممكن تلاقي نفسك فجأة عايز تشتري حاجة عمرك ما فكرت فيها قبل كده. وهل السوشيال ميديا فعلا بتتحكم في قراراتك؟ وإزاي بتتلاعب بيك بدون ما تحس؟ طبعا فيسبوك وإنستجرام وتيك توك كلهم عندهم خوارزميات مصممة علشان تخليك قاعد أطول وقت ممكن، وبيظهروا لك المحتوى اللي يخليك مدمن على المنصة. والأسوأ إنهم بيتلاعبوا بمشاعرك، بيوروك اللي يخليك غضبان أو اللي يخليك خايف أو اللي يخليك تحس إنك أقل من غيرك، وكل ده علشان تفضل شابك فيهم 24 ساعة. انت مش مجرد شخص بيعيش حياته وبيختار قراراته بحرية. للأسف العالم بيتم التلاعب بيه بشكل رهيب، بس لما تفهم الحقيقة هتبدأ تاخد قراراتك بوعي، مش بناء على اللي بيتحط لك في دماغك.